لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. خالد العيسى يكشف اسرارا عن ظروف الاهلي وعن مدرب الاهلي ماتياس ياسيلا. ادلى خالد العيسى رئيس الاهلي بتصريحات ناريه بشان النادي الراقي، حيث قال خالد العيسى: الاهلي يعاني من ظروف غير طبيعيه، واحتل الاهلي المرتبه الخامسه في الدوري ولديه 48 نقطه بعد ان فاز في 15 مباراه، ويعمل الجهاز الفني بقياده ياسيلا حاليا عن تجهيز الفريق قبل مواجهه الديربي امام الاتحاد. وقال خالد العيسى: الدوري لم يبتعد وما زال في الميدان، والاهلي في اي بطوله يلعب فيها لا يليق به الا المنافسه على المركز الاول، والمباريات التي خسرناها كنا بظروف خارج ارادتنا. واضاف: بالبطوله الاسيويه قدمنا اداء غير مسبوق، وان شاء الله نكمل المسيره حتى النهايه وتكون البطوله من نصيبنا، وحلمنا وطموحنا تحقيق البطوله وهي ابتعدت عنا لسنوات، لكن هذه السنه تدين لنا ونحصل عليها بحول الله وقوته. واوضح العيسى في نهايه حديثه ان علاقته هو مجلس ادارته مع النادي الاهلي اكبر من اي القاب وبطولات، حيث انها علاقه حب وارتباط شديد. وكان الراقي تأهل ربع نهائي النخبة الآسيوية بعد احتلاله وصفت منطقة العرب في مرحلة الدوري، ثم تخطي عقبة الريال القطري في دور ال16، حيث قال خالد العيسى عن علاقته بمدرب النادي الاهلي ماتياس ياسيلا: قال: احترم واقدر هذا المدرب الذي مع النادي منذ زمن، ولكن اطالب منه التحسين عن ذلك. الاهلي ينافس على المراكز الاولى وليس المراكز الخامسة والرابعة، وذلك مركزنا غير مسبوق. وعن الصفقات الجديدة قال: ناقشنا ماتياس ياسيلا في الصفقات التي يحتاجها، وستكون هنالك اقوى ميركاتو للاهلي السعودي فيما هو قادم، بل سيكون ميركاتو اوروبي ومنهم لاعيبه سعوديه كبار ستكون في التشكيل باذن الله، ولكن بعد التنسيق مع المدرب ماتياس ياسيلا، لان تلك القرارات تكون بقرار المدرب وليس بقراري، وهذا امر موثوق منه.